السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنعمل مع بعض وصفة للناس السقعانة، وفي نفس الوقت كده ايه تتدفى، ونفسها تتدفى في الجو البرد ده، تاكل حاجة كده سخنة وسريعة. هنعمل مكرونة سريعة جدا وفي حلة واحدة، مش هناخد مننا وقت خالص. بس في 10 دقايق بالظبط تكوني مخلصاها. بس ما ننساش لو عجبك الفيديو واستفدتي منه تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس لكل عشان اي وصفة بنزلها يجيلكم إشعار ليها. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول زي ما تعودنا في فيديوهاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة كده يا بنات هقول لكم هنعمل إيه. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنجيب كده حلة نحطها على النار، نسخنها حلو. هنحط في الحلة دي مثلا إيه معلقتين زيت صغيرين يا بنات. تمام، زي ما انتوا شايفين كده أنا هحط معلقتين زيت، وحاطة مَيّة. يا تحطي مَيّة في الكاتل يا أنا حاطة مَيّة كده إيه سخنة جنبي. زي ما قُلنا كده هنحط معلقتين زيت كده حلوين، هننزل عليهم إيه عليهم إيه في المعلقتين زيت، عندنا فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر. هننزل بيهم كده حوالي فلفلاية حمرا، وفلفلاية خضرا، وفلفلاية إيه صفرا. هنبدأ ننزل كده بالفلفل. تمام، وعندنا فلفل متقطّع 4 طماطمات كده طماطم متقطّعة قطع صغيرة. هاسيبها في الآخر. هننزل بقد إيه يا بنات مكرونة، هنحط مثلًا كوبايتين مكرونة زي ما أنتم شايفين كده، دول كوبايتين مكرونة حلوين. هنشوّحهم في معلقتين الزيت مع الفلفل اللي إحنا قُلنا عليه، نشوّحهم حلو. تمام، أنا زوّدت كمان حبّة مكرونة، يعني قولي كده كوبايتين ونُص مكرونة على فلفلاية حمرا وفلفلاية خضرا وفلفلاية صفرا. ممكن تستغني عن الفلفل الأحمر والأخضر، بس بيدّي طبعًا طعم حلو ونكهة حلوة وكمان بنستفيد منه. هننزّل عليهم إيه يا بنات، هننزّل معلقتين صلصة. كل ده كل ما ننزّل حاجة نشوّحها معلقتين الزيت دول. تمام، معلقتين صلصة حلوين كده كبار، برضه هنشوّح بيهم إيه المكرونة بتاعتنا. وهنحط قطعة زبدة. ليه قطعة الزبدة؟ هتدّي taste كده حلو وطعم حلو للمكرونة. بهاراتنا معلقة فلفل أسود صغيّرة، معلقة ملح صغيّرة، وهنحط معلقة بابريكا صغيّرة برضه. تمام، هي دي البهارات بتاعتنا اللي إحنا هنحطّوها. كل أمّا بننزل بحاجة يا بنات بإضافة بنبدأ إيه نشوّحها كده مع بعض. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، مجرّد ما هتتشوّح مع بعض هنبدأ ننزل بإيه يا بنات، بالطماطم اللي إحنا قُلنا عليها. كام طماطماية، 3، 4 طماطمات حلوين كده يا بنات متقطّعين مكعبات. عايزين بإيه الطماطماية كلّها على بعضيها. تمام، يعني مش هنشيل القلب بتاعها لأ، إحنا عايزينه. هنكون عندنا مَيّة زي ما قُلنا سخنة، يا إما من الكاتل يا إما أنتِ مسخّناها على النار. هنبدأ ننزل بإيه، بالمَيّة. المَيّة دي قد إيه يا بنات؟ أنا هاحط مَيّة تغطّي، أنا هاوريكم كمية المَيّة دلوقتي قد إيه، تغطّي المكرونة بعقلة صباع. تمام، بحيث إن المكرونة هتستوي في المَيّة اللي أنا نزّلتها دي، والخضار طبعًا هيستوي معاها. فهنحط مَيّة قد إيه يا بنات زي ما قُلت لكم كده، يعني نقيس بعد المكرونة بعقلة صباع. تمام، زي ما أنتم شايفين كده. هنسيبوها على النار، بس قبل ما نسيبوها بقى وتغلي هنحط لها كمان واحدة ماجي، مكعب ماجي. أنتِ عايزة تستغني عنه ما فيش مشكلة، بس برضه بيدّي طعم. كل اللي أنا باقول لكم ده بيدّي طعم. هنسيبوها على النار، مجرد ما تغلي كده من الحروف هنبدأ نهدّي النار عليها شوية، بس ما نوطّيش أوي يا بنات. يعني هي لو عالية أوي، أوي، أوي نهدّي شوية، حاجات بسيطة ونغطّيها. ليه ما نوطّيهاش خالص؟ عشان المكرونة ما تتهراش مننا. تمام، وكل 5 دقايق يعني تشيلي الغطا و وتقلّبيها عشان ما تلزقش مننا. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، أنا كل 5 دقايق باشيل الغطا وبافضل أقلّب فيها لغاية لمّا ألاقيها استوت. بس كده هي بس كده المكرونة. بُصّوا سهولتها، 10 دقايق بالضبط. لو أنتِ سقعانة ومش عارفة تعملي إيه عشا أو غدا، ده سهل وما بياخدش منِّك وقت، وبجد جميلة وحلوة جدًا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها. وإن شاء الله هتعجبكم وهتدفيكم في الشتا اللي إحنا قُلنا عليه، الجو القارس دوّة. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة تانية بإذن الله. باي باي يا بنات، مع السلامة.